الراجل ده قلب الدنيا بنظريه غريبه جدا. قال لك ايه؟ قال لك الحياه كلها مسرح، واحنا ممثلين بنأدي ادوار طول الوقت علشان نتحكم في ازاي الناس بتشوفنا. يعني ايه؟ جوفمان قسم حياتنا لثلاث مناطق ولازم تفرق بينهم كويس جدا. المنطقه الاولى وهي خشبه المسرح، دي اللي فيها الجمهور، يعني مكتبك، شغلك، اجتماعاتك، ايفنتاتك. هنا انت ملتزم بسيناريو محدد، شكل لبس محدد، لغة جسد منضبطة. هنا انت بتعرض النسخة المحترفة منك. المنطقة التانية الكواليس ما وراء خشبة المسرح اللي الجمهور ما بيشوفوش. هنا بقى انت بتروح بيتك، تقلع بدلتك، تلبس شورتك، وتقعد تاكل براحتك في الانتريه، قاعد بأي لبس، قاعد بأي هيئة، بتكون على طبيعتك تماما، مفيش أي تمثيل. أما المنطقة الثالثة هي بره المسرح خالص، ودي المنطقة اللي لازم تضمن فيها إن الجمهور اللي شافك على المسرح ما يشوفش أدائك في مكان تاني. لو لخبطت بين المناطق دي هيحصل لك ارتباك اجتماعي، ولو فضلت تمثل جوه الكواليس وعايش الدور لسه هيحصل لك احتراق نفسي. أما لو جمهورك اللي شافك في المسرح الأولاني راح شاف أدائك في مكان تاني، فهنا هتفقد مصداقيتك في أماكن كتير.